مساء الخير على أعزائي وأصدقائي وقرائي الأحباء الأعزاء. كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص دخلنا على الصيف وبنحضر دلوقتي ان احنا نعمل حاجة جديدة مختلفة، وهي لايفز اوف ماي أو البث المباشر لشهر مايو. احنا عملنا استفتاء وقلنا نفكر في موضوعات تهمكم، حاجات جديدة، حاجات مختلفة نتكلم فيها عن الفن وعن الآثار وعن التاريخ، حاجات جديدة ومختلفة. ولقينا مجموعة من الموضوعات الشيقة اللي احنا ممكن نتكلم عنها كل أسبوع. فكرنا ان احنا نعمل جدول، وأعلى نسبة تصويت خدها طبعا الهرم الأكبر، باعتبار ان هو موضوع الساعة والموضوع اللي كل الناس بتحب تتكلم عنه. ثم موضوع المتحف المصري الكبير اللي هيكون أكبر حدث عالمي العالم كله هيتكلم عنه. ونجم المتحف في الوقت ده هو توت عنخ آمون. وهنتكلم كمان عن علاقة الأنبياء الكرام بالآثار المصرية، ودي من الموضوعات المهمة جدا واللي الناس ابتدت إن هي تهتم بيها وتتكلم عنها. وللأسف الشديد لقينا مجموعة كبيرة من الآراء ومجموعة من الأفكار والادعاءات اللي بتتكلم عن الموضوع ده، وخصوصا مع ربط الدين بالآثار، تعتبر من الموضوعات الشيقة والشائكة اللي الناس بتحب تتكلم فيها. فده كمان من الموضوعات اللي خدت تصويت كبير، ونحب إن احنا نتكلم فيه ونوضح فيه أمور كتيرة. ورابع موضوع معانا في شهر مايو إن شاء الله، وهو علاقة السينما والدراما بشكل عام بالتاريخ والآثار، وفكرة الدراما التاريخية. وهل الدراما التاريخية بتقدم التاريخ الحقيقي ولا بتقدم تاريخ مختلف أو تاريخ موازي؟ وهل ممكن ناخد الأفكار بتاعتنا من الآثار، من المسلسلات، من الأفلام، ولا ممكن إن إحنا نعتمد على الدراما التاريخية كمجرد تسلية نتسلى بيها وخلاص؟ دي مجموعة من الأفكار، مجموعة من الموضوعات اللي حضراتكم اتاحتوا لنا إن إحنا نتكلم فيها، وإن إحنا هنتكلم فيها في شهر مايو إن شاء الله. ولو أي حد عنده أفكار جديدة، عنده موضوعات مختلفة، حابب ان احنا نتكلم عنها ونعمل عنها لايفز وندردش ونتناقش فيها مع بعض، ممكن تطرحوها في التعليقات ونبتدي ان احنا نفكر فيها ونتكلم عنها قدام ان شاء الله. الموضوع اللي خد اعلى نسبة تصويت واللي كل الناس عايزة تتكلم فيه وهو الاهرامات، سر الاهرامات ومعجزة الاهرامات بشكل عام، وموضوع الساعة، موضوع التطوير اللي بيحصل في منطقة الاهرامات. هل التطوير ده تطوير جدي؟ هل التطوير ده إيجابي أو سلبي؟ إحنا عندنا كم كبير جدا من التعليقات. بندخل على الصفحات الرسمية وصفحات السادة المرشدين السياحيين والناس اللي بتروح منطقة الأهرامات بشكل عام، بنلاقي عندنا مجموعتين من الناس: مجموعة مؤيدة بشكل كبير جدا، ومجموعة رافضة اللي بيحصل ده، وبتعتبر ان التطوير اللي بيحصل ده ما هوش تطوير. الناس المؤيدين او الجناح المؤيد ناس كتير انا اعرفهم، وناس كتير انا خدت رايهم، مبسوطين جدا باللي بيحصل، وبيقولوا ان منطقه الاهرامات ابتدت انها تفوق، ابتدى يبقى فيها نظام، ابتدى يبقى فيه ادميه لمعامله السايح، يبقى فيه احترام لمنطقه الاهرامات، بحيث ان السايح بيدخل المكان محدد، بيركب اتوبيس محدد، بيبقى في حاجه اسمها مسار زياره، بيركب الاتوبيس ده بياخده فيه مجموعه من النقاط، من اول البانوراما لهرم الكورة، للهرم التاني هرم خفرع، لهرم خوفو، الجبانة الشرقية والغربية، أبو الهول، وبيرجع تاني لنفس النقطة اللي هو ركب منها أو اللي هو نزل فيها. مفيش بياعين، مفيش خرتية، مفيش حد بيضايق السياح، وبالتالي الموضوع أصبح منظم جدا، أصبح في احترام للمكان الأثري واحترام للسائح نفسه اللي بيجي يزور الآثار. الجانب التاني أو الفريق التاني اللي بيتكلم على فكرة التطوير وشايف إن هي فكرة سيئة وشايف إن الموضوع مش ناجح، بيقولوا بالعكس، الموضوع مرهق جدا. بنشوف صور لناس بتتكلم او بتشوف ان
سواح كتير منهم بيعانوا أو كتير منهم بيلاقوا مشاكل. لقينا أتوبيسات مزدحمة، بنلاقي إن في مشاكل في قسم الأفواج السياحية، بنلاقي فيه حالات تحرش زي ما بعض الناس ذكرت. ناس بتقول إن ارتفاع درجة الحرارة الشديدة في منطقة الهرم خلت ناس كتير تعاني من ضربات شمس، مفيش رعاية صحية في المنطقة. ناس بتقول إن دايما مفيش اهتمام بالوفود الكبيرة جدا أو الوفود القليلة، مفيش اهتمام بذوي الهمم، أو مفيش أماكن خاصة ليهم، أو في رحلات خاصة تاخدهم ويتزورهم الهرم. احنا دايما لما بنيجي نقيس أي قضية جديدة بنحطها في الميزان، بنشوف الإيجابيات وبنشوف السلبيات. أول حاجة بتحصل وهو أول يوم الافتتاح أو أول يوم تطبيق المشروع ده احنا بنسميه يوم الصدمة. دايما أول حاجة في أول مشروع دايما بيبقى فيه صدام ما بين الحالة القديمة والحالة الجديدة. في ناس فعلا بيبقوا عايزين الموضوع يبقى فيه تطوير، في منطقة جديدة، يبقى فيه نظام لمنطقة الأهرامات، وفي ناس مصالحهم تصطدم بالتطوير الجديد ده، وده شيء طبيعي. ولكن ازاي ان احنا يبقى عندنا الأولوية والمقام الأول هي المنطقة الأثرية، هي الأهرامات. مفيش دولة في العالم عندها أثر بأهمية وخطورة وروعة أهرامات الجيزة. عشان كده كان لازم ناخد خطوة التطوير ده. ولكن لما ناخد التطوير ده ونحطه في الميزان هنبتدي نشوف ايه السلبيات وايه الإيجابيات. الإيجابيات إن فعلا بقى في حاجة اسمها مسار زيارة. ده السايح بيدخل المنطقة الأثرية من بوابة واحدة، المدخل في منتهى النظام، في منتهى الترتيب، بيبتدي يتحكى له تاريخ المنطقة في مجسم لهضبة الأهرام مكتوب اسمها بالهيروغليفي. هنشوف نظام في منتهى الأهمية. بيدخل ياخد أتوبيس محدد عاملاه الشركة، بتاخده في حاجة اسمها مسار زيارة، بينزل فيه مجموعة من النقط، ينزل يتصور ويطلع لحد بيوصل لآخر نقطة وهو هرم خوفو نفسه وتمثال أبو الهول، ويلف ويرجع تاني من ناحية مكة. الفكرة جميلة جدا وشيقة جدا، وفكرة إن يبقى عندنا نظام في هضبة الأهرام إحنا كنا محتاجينه بعد سنين وعقود وقرون من الإهمال. كان عندنا مشكلة كبيرة كل الناس بتعاني منها، فكرة الخرتية والبائع الجائلين والناس اللي بتترازل على السياح. دلوقتي ما عادش فيه الكلام ده. طبعا أول يوم حصلت مشكلة كبيرة، وبتوع الجمال والخيول قفلوا على الأتوبيسات وعملوا لهم مشاكل، وكل ده طبيعي، لأن طبيعي جدا إن مع تطبيق نظام لأول مرة المصالح تتعارض ولازم يحصل فيه كلاش. ولكن المهم إن احنا نبتدي نتعلم من أخطائنا. أي مشروع جديد لازم نبتدي نحسب إيجابياته وسلبياته مع الوقت. المشروع ده ابتدى تقريبا في 8 مايو أو قبل 8 مايو كمان، يعني ابتدى في 8 ابريل. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي شهر ابتدينا ان احنا نجرب، ابتدينا ندخل في مجموعة من التجارب، نشوف الايجابيات ونشوف السلبيات. الايجابيات ان بقى في نظام، بقى في تطوير، بقى في مسار زيارة الكل بيحتاجه. ولكن نيجي في السلبيات، وطبيعي بقى في سلبيات. السلبيات ان عدد الاتوبيسات مش كفايه، ودي نقطه كل الناس بتعاني منها واشتكت منها. لازم الاتوبيسات تبقى اكتر بكتير، لازم يبقى عندنا جيش جرار من الاتوبيسات، لان منطقه الاهرامات دي الحركه فيها كتير جدا، سريعه جدا. كل 5 دقايق بيجي وفد، وبالتالي لازم يبقى عندي اكبر كم من الاتوبيسات اللي ممكن تشغل فكره الوفود السياحيه دي. لازم تبقى اتوبيسات مجهزه على اعلى تجهيز، لازم يبقى عندي اتوبيسات مكيفه منظمه جدا. المشكله الثانيه هي فكره حجم الوفود نفسها اللي كل المرشدين السياحيين بيتكلموا فيها. دي دايما بيقع فيها نوعين من الوفود، يا اما وفد كبير جدا بيبقى حوالي 50 أو 100 شخص، أو وفود قليلة اللي بنسميها الزيارات الخاصة اللي بياخدوا شاتلز صغيرة. الوفد الكبير
لو نزل وخد أتوبيس أقل من 50 راكب هيتقسم على أتوبيسين، وبالتالي ممكن يتوهوا من بعض، وهنا بتحصل المشكلة. بحيث إن هو ممكن مجموعة تروح لنقطة ومجموعة تروح لنقطة تانية وما يتقابلوش مع بعض ويتوهوا من بعض، وهنا ممكن تحصل مشكلة. وبالتالي ممكن إن قبل الزيارات الكبيرة لازم يتم التبليغ قبلها للشركة، بحيث إن هي توفر لهم عدد أتوبيسات تتحرك في نفس الوقت، بحيث إن الوفد كله يتحرك مع بعض، ما يبقاش فيه أي فرصة لتوهان، أو إن حد يتنسي، أو إن حاجته تتحط في أتوبيس وهو في أتوبيس تاني. وبالتالي الأفواج الكبيرة لازم يتم التعامل معها بشكل خاص، ولازم يتبلغ عن عددهم الكامل قبلها، بحيث إن هم يوفروا لهم أتوبيسات كاملة وخاصة ليهم. نفس القصة للوفود القليلة أو الزيارات الخاصة. أسرة من 5 أفراد، من 10 أفراد، مجموعة من 10 أفراد، لازم توفر لهم أتوبيسات خاصة بيهم، الشاتلز الصغيرة، بحيث إنها تاخدهم بدل ما يدخلوا في مجموعة كبيرة ويتوهوا منه. وبالتالي دي برضو حاجات مهمة لازم ناخد بالنا منها. فكرة ذوي الهمم، لازم الاهتمام بعملية التوصيل بتاعتهم، لازم يبقى ليهم أتوبيسات خاصة، لازم يبقى ليهم رعاية خاصة. منطقة الأهرامات مش سهلة، حتى مش سهلة للناس الطبيعية، لأن هي طبيعة جبلية رملية، مساحة شاسعة ضخمة جدا، وبالتالي التحرك فيها أصلا مش سهل. وبالتالي حتى لذوي الهمم لازم يبقى الموضوع منظم بشكل كبير جدا، ولازم يتم رعايتهم ووضع مجموعة من النقاط الخاصة برعايتهم في المناطق دي، بحيث ان كل نقطة هم هينزلوا فيها يبقى في رعاية خاصة بيهم، اماكن الطلوع والنزول. نزود اكتر النقط بتاعة الرعاية الصحية، الاماكن بتاعة العجلات او الكراسي المتحركة. وبالتالي الموضوع لازم يبقى فيه اهتمام اكتر بالنقطة دي. فكرة الحر الشديد، والمنطقة بتتميز أو بتعاني من الحر الشديد، وده شيء طبيعي جدا في منطقة صحراوية قاحلة. ممكن نهتم إن احنا نكتر عدد أماكن المظلات أو أماكن التظليل، الناس اللي ممكن تقعد تحت شمسية كبيرة، أو أماكن فيها المراوح الضخمة الصحراوية اللي هما ممكن يقعدوا عندها، الأماكن اللي بتبيع مثلجات أو شرب أو حاجات ساقعة، بحيث إن النقط دي تبقى أكتر من المعتاد، بحيث إن هتفيد السايح وتفيد الناس اللي تبع الشركة، بحيث إن هو تكتر عدد الأماكن اللي بتبيع المية والحاجة الساقعة، وده هيفرق كتير جدا معاهم في منطقة حارة جدا، وده هيكون نوع من الجذب السياحي ونوع من الترويج التجاري كمان، لأن هما محتاجين، والشركة اللي ماسكة إدارة المنطقة برضه محتاجة إن هي تزود النقطة دي. فكرة إن إحنا يبقى عندنا أخطاء في الإدارة ده شيء وارد جدا، ولكن إحنا لازم نبتدي بخطوة كبيرة زي دي. لازم نبتدي إن إحنا نعالج الأخطاء القديمة. طبيعي هيبقى في أخطاء تانية، ولكن مع الوقت إحنا هنهتم إن إحنا نعالجها. وزارة السياحة والآثار بتسمع، وعندهم لجنة شكاوى، وعندهم إيميلات بتتبعت لهم بخصوص الشكاوى أو الاستفسارات أو أي حاجة تخص أي منطقة أثرية، وبيردوا عليها. شركة أوراسكوم الماسكة إدارة المنطقة الأثرية يهمها إن هي تسمع الشكاوى، ويهمها بشكل كبير جدا إن هي تتلقى أي استفسارات أو أي اقتراحات لتطوير المنطقة، وده من مصلحتها لو عايزة تدير الموضوع بشكل احترافي وبشكل يضمن لها الاستمرارية في نجاح المشروع بتاعها. ده بالنسبة لفكرة الإدارة بتاعة المنطقة، واللي الناس تتجادل عليها دايما سواء احنا مع أو ضد. في ناس كتير بتقارن فكرة التطوير الجديد بأماكن أثرية تانية على مستوى العالم، يعني زي فكرة منطقة ستونهنج اللي موجودة في إنجلترا. دي عبارة عن بقعة أثرية فيها مجموعة من الكتل الحجرية من عصور ما قبل التاريخ، عبارة عن دايرة فيها ألواح حجرية متقسمة وموجودة داير. احنا لحد النهاردة ما نقدرش نعرف تاريخها، ما نعرفش الغرض منها،
ما فيهاش اي ابداع معماري او فني غير ان هي كتل صماء. ولكن انجلترا تعتبرها المزار الاول الاثري ليها. ناس بتيجي من كل انحاء العالم عشان تزور ستونهنج. اتوبيسات كتير بتيجي تقف قبل منطقة ستونهنج قبلها بكيلو، وينزلوا من الاتوبيس ويبتدوا ان هم يمشوا على رجلهم حوالي كيلو لحد ما يوصلوا لمنطقة ستونهنج دي، ويتصوروا ياخدوا الصورتين ويرجعوا تاني للاتوبيسات ويمشوا. المنطقة ما فيهاش أي شيء مبهر، ما فيهاش أي شيء مثير، ما فيش أي إمكانيات. يمكن الحسنة الوحيدة اللي بتفرق عننا إن الجو هناك لطيف، ما بيعانوش من الحرارة الشديدة اللي احنا بنعاني فيها في منطقة الأهرامات. وبالتالي دي النقطة اللي احنا فعلا محتاجين إن احنا نعالجها، لأن دي مش بإيدينا، دي طبيعة المنطقة. ولكن بإيدينا إن احنا نبتدي نعالج إيه المشاكل الخاصة بالطقس. ممكن نحط زي ما قلنا شماسي كبيرة، نقط استظلال، نحط نقط للمثلجات، بحيث ان الناس كل خطوة يبتدوا ان هم يحسوا بالراحة او يحسوا ان المنطقة مجهزة بالنسبة لهم. الشيء اللي مرفوض تماما واللي مفيش اتنين في مصر موافقين عليه نهائيا هو إقامة حفلات غير لائقة في منطقة الأهرامات. فكرة إن إحنا نعمل حفلات باستمرار، موضوعات أو مجموعة من الاستعراضات الغريبة، الحفلات غير المبررة، المناظر اللي احنا بنشوفها في الصور، ده شيء غير لائق وغير سليم. مش بس في الأهرامات، لا ده في أي منطقة أثرية. يمكن فكرة إن أنا بأجر المنطقة لمجموعة من الناس بيدفعوا تمن التأمين، بيدفعوا تمن الإقامة بتاعتهم في المنطقة الأثرية. فكرة إن هم مجرد ما بيدفعوا المنطقة بتبقى تبعهم، بيعملوا فيها كل اللي هم عايزينه، ده شيء غير لائق نهائي. وزارة السياحة والآثار أو قبلها المجلس الأعلى للآثار كانوا عاملين زي إيثيك كود أو ميثاق أخلاقي وقانوني لفكرة إدارة المناطق الأثرية. وأتمنى إن الكود ده يستمر تفعيله، إن مش أي مستثمر أو أي رجل أعمال أو أي حد يجي يأجر منطقة أثرية يعمل فيها اللي هو عايزه. أنا دافع فلوس، أنا دافع التأمين. تأمين إيه؟ أنتوا بتدفعوا مبلغ أيا كان، 100,000، نص مليون. لو قطعة حجر أثرية اتكسرت ولا عامل كسر حاجة عمرها ما تتعوض. احنا بنتكلم في آثار عمرها مئات وآلاف آلاف السنين. في دول عمرها نفسه عمره ما يقضي حجر واحد من الآثار المصرية بتاعتنا. الجوامع اللي بتعمل فيها كتب كتاب بأشكال غريبة، ده يعني بيحولوها صالة أفراح. فكرة القصور والجناين بتاعت القصور اللي بتعمل فيها عروض أزياء بشكل مهين جدا. في حفلات بتبقى منظمة، في حفلات بتبقى في منتهى الرقي، لأن القائم على الحفلة دي بيبقى فاهم هو جاي يعمل الحفلة بتاعته فين، هو عارف هو هيعمل إيه. بالتالي هو بيحترم الأثر، بيحترم القوانين اللي عاملاها وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، وبالتالي بيحترم المكان اللي هو بيعمله. في ناس مش بتحترم ده، مجرد ان هو دفع المبلغ المفروض يدفعه، مبلغ التأمين، خلاص بيعمل اللي هو عايزه. ولكن لا، احنا من زمان واحنا بنعلم الطلبة في المدارس. كان انا افتكر ايام ما كنت في الكلية ومن قبل ما ادخل كلية الآثار كانوا بيعلمونا احترام الأثر وقدسية الأثر، ممنوع لمس الأثر، ممنوع ان انت تقرب له بشكل غير لائق، وان ده قطعة مقدسة عمرك ما هتعوضها، وان الآثار المصرية دي قطعة فريدة من نوعها. العالم كله يعني بيتزاحم عشان يقدر ان هو يوصل لها. فبالتالي ما نخليش الوصول ليها بالسهولة دي، ده بالعكس ده بيوصل لها ويستمتع بيها ويهينها كمان. لا، احنا مش عايزين كده. احنا عايزين الآثار المصرية باختلاف أشكالها لازم تكون عزيزة ومقدرة، ولازم تكون على أكبر قدر من الرقي، وإن اللي يقدر إن هو يوصل لها لازم يحترمها ولازم يقدرها بالشكل اللي يطليق بيه. موضوع الآثار وموضوع الحفلات اللي بتعمل في الآثار، الموضوع مش بس خاص بالناس المثقفين والمهتمين بالآثار. الرأي العام، الناس اللي في الشارع بتهتم بالآثار.
يمكن انا فاكر فكره موكب المومياوات الملكيه، رغم انه كان حدث عالمي مهم جدا، العالم كله اتكلم عنه. ال 22 ملك اللي اتنقلوا من متحف التحرير لمتحف الحضاره في الفسطاط، كل الناس اللي في الشارع بتتكلم عنه، مع ان مفيش حد عارف مين ال 22 ملك دول، ما يعرفوش قصه حياتهم، ولكن احساسهم الدفين ان ده جزء من تاريخهم هيتحرك ويتحط في مكان راقي يحفظ لهم كرامتهم. ناس كتير ما تهتمش بالآثار وما تعرفش حاجة عن الآثار، ولكن عندهم انتماء للآثار، عندهم انتماء للتاريخ، وبالتالي هنلاقي إن الحاجات دي بتضايق ناس كتير. على صفحات الفيسبوك، السوشيال ميديا، لما نلاقي صورة لناس بتهين أثر عاملين فيه حفلة مش ولا بد، أو ولا كاتب كتاب ولا احتفال ما، ولا لسه الحفلة بتاعت شركة اللي وقعت، المسرح اللي وقع على الناس في جنينة قصر البارون، الموضوع مع الوقت بيتحول لقضية رأي عام، لأن الناس عندها إحساس بأهمية الأثر بتاعه. الراجل اللي اسمه كاني ويست ده، ولا مش فاكر اسمه ايه، الراجل اللي مع العنصرية مع الافروسنتريك، اللي كان عايز يعمل حفلة عند الأهرامات، وناس كتير ما تعرفوش، ناس ما تعرفوش في مصر، ولكن لما سمعت بس ان هو ضد البلد وضد الأهرامات وضد الحضارة المصرية وبيدعي ان هي أفريقية، كل الناس عملت ضده حملات على السوشيال ميديا ومنعت ان هو يجي مصر. وبالتالي الناس بتخاف على الآثار بتاعتها، الناس بتخاف على تراثها وبتخاف على الماضي بتاعها. وأتمنى أن الخوف على الآثار يفضل مستمر. الموضوع مش بس خاص بالمسؤولين وخاص بالوزارة وخاص بالأثريين وبالمرشدين، الموضوع ده يخصنا كلنا، يخص كل الناس. كل الناس اللي بتحب البلد بتحب الآثار، بتخاف عليه. وبالتالي فكرة إدارة منطقة الهرم، الناس اللي اهتموا جدا وفرحوا بالتطوير والناس اللي كانوا ضد التطوير، كل واحد خايف على المنطقة، كل واحد خايف على أهم أثر في العالم موجود على أرض بلده وهو الهرم الكبير. فكرة التطوير دي خدت جدال وهنفضل مستمرين فيها الوقت مش بعيد، لأن الناس يهمها إن تطوير الهرم يبقى على أعلى مستوى من الكفاءة وأعلى مستوى من التقدير لأهم منطقة أثرية. الموضوع هياخدنا لنقطة تانية مهمة، فكرة الآثار أو فكرة الخرافات اللي بتتقال على الهرم الأكبر. مفيش هرم في الدنيا، مفيش أثر في الدنيا بيتقال عليه خرافات وخزعبلات وكم من الادعاءات قد اللي بيتقال على الهرم الكبير أو منطقة الأهرامات بشكل عام، أو الآثار المصرية كلها بشكل عام. يمكن من أيام الجريك رومانز نفسهم، اليونان، عصر اليونان الروماني، مرورا بدخول العرب مصر، بالحملة الفرنسية، بما بعد الحملة الفرنسية لحد النهاردة ولحد يوم القيامة، هنلاقي كم كبير من الادعاءات ومن الخرافات والخزعبلات اللي بتتقال على الأهرامات بشكل مش طبيعي. طب الناس دايما بتسأل وتقول اشمعنى الأهرامات واشمعنى الهرم الكبير هو اللي بيتقال عليه الخزعبلات والخرافات دي؟ دايما عندنا قاعدة ان اشهر مكان او اشهر اثر او اشهر حاجة الانسان بيعملها لازم نحتك بيها عشان نبقى مشهورين زيه. اي حد عايز يتشهر يطلع تصريح عن الهرم، يطلع تصريح عن الاثار المصرية. يمكن واحد زي ايلون ماسك بشهرته بثروته بسلطته حب ان هو يهزر في موضوع الاهرامات، وعمل تويتة من الشركة اللي هو اشتراها، شركة تويتر واللي سماها اكس، وقال ان الاهرامات دي صناعة من صناعة الفضائيين، او دي صناعة الالينز، او دي حاجة اتعملت من خلال الفضائيين. الموضوع خد كم كبير من السخرية وكم كبير من الهجوم من الامريكان نفسه، لان هم شايفين وعارفين قد ان الراجل ده لا مثقف ولا متعلم ولا عارف يعني ايه تاريخ. معايا الوزيرة رانيا المشاط لما كانت وزيرة التعاون الدولي، كلمته او بعتت له رسالة بمنتهى الذوق والادب وقالت له تعالى زور مصر، تعالى شوف الاهرامات عشان تقدر تحكم عليه. دكتور زي حواس وزير الاثار الاسبق اتكلم معاه بحدة وقال له انت لا تفهم في اهرامات ولا تفهم في تاريخ، وبالتالي ما ينفعش ان انت تتكلم عن
التاريخ بتاعنا ولا على الأهرامات بالطريقة دي. ورغم إن هو رجع واعتذر وقال أنا كنت بهزر، لأن الناس فضلت تهاجمه وطلبت إن الموضوع ده ما يتكلمش فيه مرة تانية. مش بس هو، ناس كتير جدا بتتكلم على الأهرامات وهوية الأهرامات، وفكرة هوية الأهرامات وهوية بناة الأهرامات دي من الموضوعات اللي الناس بتتكلم فيها بشكل كبير جدا. احنا زي ما قلنا قرون من الناس بتتكلم فيها، ناس بتدعي فيها. يمكن حد وقت قريب لسه من شهرين في ناس بتقول ان فكرة الأهرامات نفسها أو تركيبتها تركيبة غير عادية. كان لسه من شهر مارس تقريبا في 2 علماء رادار في إيطاليا طلعوا لنا برأي غريب جدا في هرم خفرع، إن هو مبني فوق 4 قواعد ضخمة، والأربع قواعد دي تحتيها 8 آبار كبيرة برضو عمقها فوق نص كيلو ولا كيلو، وحواليها مجموعة من الممرات الحلزونية اللي بتودي لمجموعة من الممرات التانية. كلام غير منمق وغير منطقي، مفهوش أي أدلة تاريخية ولا أثرية. الاتنين علماء دول أصلا علماء رادار وخاصين برادارات الزلازل، وبالتالي كلامهم غير علمي ومالوش أي علاقة بالآثار المصرية، غير متخصصين في الآثار المصرية، كلامهم لا يعتد به. فكرة ان انا متخصص في الرادارات، محدش طلب منهم ان هم يعملوا اي دراسة عن الاهرامات، ولكن زي ما بنقول ان دي حاجة احنا بنتشهر بيها، او اشهر حاجة موجودة على وجه الارض. لما اطلع تصريح ولا اطلع بيان صحفي اكيد هتشهر، او اكيد هاخد من شهرة الاهرامات دي. الرادارات بتاعتهم غير متخصصة في دراسة الآثار، هم نفسهم غير متخصصين في دراسة الآثار، وبالتالي حتى لو شافوا أي تكوينات حجرية مش هيقدروا يفسروها، لأن دراسة الآثار معروفة، ودراسة الأهرامات بتكوينها الداخلي والخارجي وتاريخ بنائها معروف. يمكن احنا عارفين ان هرم خفرع بالذات هو مقام على كتلة صخرية ضخمة ارتفاع حوالي 8 متر، اتبنى فوقيها الهرم نفسه، وبالتالي مفيش أي حاجة اسمها ممرات حلزونية ولا آبار ضخمة. كل الكلام ده كلام فانتازيا بيفتح الباب للخيال، وبالتالي بيعمل نوع من التشويق للناس اللي بتحب الخيال وبتحب البروباجندا، بحيث ان هم يفتحوا أبواب للناس دي. بعد الاتنين علماء دول طلع عالم أنثروبولوجي بريطاني اسمه بول وارنر، قال حاجة أخطر من كده. قال إن هرم خوفو تحتيه لقى جثمان أو بقايا جثمان أو أدلة على جثمان السيد المسيح، وأدلة على وجود تابوت العهد. لمن لا يعرف تابوت العهد، هو تابوت خشبي مرصع بالذهب، عليه زوج من الملائكة أو تماثيل لملائكة بتحرسه، وهو تابوت خاص باليهود. موجود ايه جواه الصندوق ده؟ موجود فيه عصا سيدنا موسى وعصا اخوه سيدنا هارون والمن والسلوى والواح الوصايا العشر، وبيعتبر من اهم الاثار اليهوديه، من اهم القطع الخاصه بالعقيده اليهوديه اللي بتمثل قدسيه كبيره جدا. تابوت العهد ده كان موجود في عهد سيدنا موسى عليه السلام، كان اليهود مع الوقت بياخدوه في كل معاركهم وكل غزواتهم، بياخدوه يحطوه في خيمة الاجتماع بتاعتهم. ولما النبي الملك داود ابتدى ان هو يبني الهيكل الضخم بتاعه واكمله من بعده سيدنا سليمان وورث بيه هيكل سليمان في القدس، تم تخصيص قدس الاقداس ووضع تابوت العهد جواه. ولكن مع تدمير هيكل سليمان أول مرة على إيد البابليين في القرن السادس قبل الميلاد، اختفى تابوت العهد، مش موجود، ما نعرفش عنه أي أثر، ما نعرفش عنه أي شيء. العالم اليهودي حاول إن هو يدور عليه بكل طاقته، ما لقوش. فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، موشي ديان وزير الدفاع وكان من أهم منقبي الآثار ولصوص الآثار، ابتدى إن هو يدور على تابوت العهد
في شمال سيناء وجنوب سيناء، وعمل مجموعة ضخمة من الحفاير غير طبيعية عشان يلاقي التابوت ده، وما لقاش أي حاجة. ويمكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن التابوت ده يفضل مختفي عن أعين اليهود كنوع من الشتات، لأن التابوت ده في القرآن الكريم وفي التوراة هو دلالة للسكينة ودلالة على وحدتهم وقوتهم. كون فقد لحد النهاردة هو دلالة على شتاتهم وضعف قوتهم. فكرة إن أنا أبتدي أربط الآثار المصرية بالعقيدة وبالدين ده حاجة في منتهى الخطورة، منتهى الاهتزاز، زي إن أنا بهز عقيدة الناس. ومش بس كده، إن أنا بربط الآثار المصرية بالعقيدة أو بالديانة، وبالتالي أبتدي أرفع أو نبتدي أشد الآثار المصرية لمنطقة محرمة، منطقة فيها قداسة، وبالتالي ده هيعمل بروباجندا أكتر للدعاية اللي الناس دي بتقولها. وارنر ده لما طلع التصريح بتاعه كان تصريح في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، وعمل قلبان بره مصر. ناس كتير ابتدت إنها تهتم بكلامه، ناس كتير ابتدت تأيد كلامه، ودي الخطورة. ابتدت إن هي تشوف إن تواجد بني إسرائيل كان مربوط ببنى الأهرامات، وفكرة وجود تابوت العهد تحت الهرم ده دلالة خطيرة جدا على ربط اليهود بالأهرامات. فكرة إن وجود بقايا أو دلائل على جثمان السيد المسيح في تحت الهرم دي حاجة في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة، وحاجة تتنافى مع عقائد الأديان الثلاثة، سواء عقائد الإسلام اللي بتنص على رفع السيد المسيح، أو عقيدة المسيحية اللي بتنص على صلب المسيح ثم رفعه ودفنه، ثم أو العقيدة اليهودية اللي بتنكر أصلا وجود السيد المسيح. فكرة الدلالة على وجود السيد المسيح في تحت الهرم دي حاجة في منتهى الخطورة، نفس خطورة تابوت العهد. زي ان انا اربط الاثار المصرية بالدين، واربط الاثار المصرية بالانبياء، ودي احنا هنتكلم عنها بقى في لايف لوحده. فكرة ان انا اربط الهرم بالذات ببني اسرائيل، وتصريح فارنر اللي قال ان ده هيخلي هضبة الهرم اشبه باورشليم، وان هضبة الهرم هي كانت مهد الاديان الثلاثة، دي حاجة في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، لازم نقف عنها ولازم نتكلم عنها ولازم نوعي الناس، سواء على مستوى المتخصصين أو مستوى الأثريين أو على مستوى الناس في الشارع، إن حاجة زي كده لازم نتكلم عنها ونوعي. في ناس بتقول إن لا مش مهم، دي كلها زوبعة في فنجان، مش لازم نتكلم في حاجة زي كده، وإن هو تصريح هيفرقع ويومين وهتنسي. لا، الموضوع مش يومين وهيتنسي، الموضوع أهم وأخطر من كده. انت هتنسى بس هو مش هينسى، هو هيتكلم عن الموضوع ده تاني وتالت، وهيطلع حد غيره النهارده وبكره وبعده وال20 سنه قدام. والفكره ان هما مش بينسوا الموضوع ده، وانت لو عديته مره واتنين هو هيعتبر سكوتك ده موافقه على كلامه، او ان انت يعني بتوافق على ان الاراء دي تتحول لاراء علميه او مرجعيه نبتدي ان احنا نرجع لها. احنا كمتخصصين لازم نرفض الكلام ده قلبا وقالبا، لازم نرفض اي تصريحات او اي كلام زي كده، ونقول ان الكلام ده علميا غلط وعلميا غير صحيح وعلميا ودينيا وعقائديا ما ينفعش ان هو يتقال، وما ينفعش ان احنا نربط الدين بالاثار بشكل عام، وما ينفعش نقول ان الاثار المصريه كان ليها علاقه ببني اسرائيل او اليهود بشكل خاص. على ذكر الاهرامات وبني اسرائيل، ودي من الموضه او من الموضوعات الشيقه جدا اللي كل الناس بتحب تتكلم عنها جوه مصر وبره مصر. من زمان والناس بتحب تتكلم عن الاهرامات وبني اسرائيل، وعلاقه بني اسرائيل بالاهرامات وبنى الاهرامات، وان احنا اللي بنينا الاهرامات. والموضوع ده مش من 20 ولا 50 سنة ولا 100 سنة، ومن قبل تكوين دولة إسرائيل نفسها. الموضوع ده من أيام القرن الأول الميلادي، من أول يوزفس اليهودي المؤرخ الروماني اليهودي اللي ابتدى يتكلم عن الأهرامات وعن اليهود، وقال إن اليهود هم اللي اشتركوا في عملية بناء الأهرام، وده اللي حط بذرة الاعتقاد بإن اليهود هم اللي بنوا الأهرام. الموضوع لما
اتنشر ولما اتكتب فيه كتب واتكتب فيه مراجع، ابتدى ان هو ياخد منحى اخطر من كده، ان اليهود ابتدوا ياخدوا الموضوع كجزء عقائدي، وان هما فعلا ليهم الحق في الحضارة وليهم الحق في الارض. وهنا الخطورة. ومع تكوين دولة اسرائيل الموضوع بقى اكثر خطورة من كده، لان هما ابتدوا ان هما يدعوا بشكل رسمي وبشكل علني وعن طريق قنوات وعن طريق اعلام موجه ان هما جزء من الحضارة المصرية القديمة. وهنلاقي ان عندنا التصريح بتاع مناحم بيجن لما جه مصر في السبعينات بعد كامب ديفيد، وقف قدام الاهرامات وقال انا جاي ازور الاهرامات اللي بناها اجدادي. طبعا هو قال التصريح ده وهو عارف هو بيقول ايه. هو تصريح تاريخيا وعلميا هو مش صحيح، ولكن البروباجندا الضخمة اللي عملها خلت العالم كله يتشقلب، خلت الصحافة كلها تاخد التصريح ده وتبروزه، وكان في ناس معه وناس ضد، وناس طلعت اتهمته وناس طلعت كدبته. حتى في الصحافة العالمية قالوا ان كلامه ده غير صحيح وغير علمي بالمرة. ولكن للأسف الشديد اللي كرس الموضوع ده مش مجرد التصريحات الإعلانية أو الجرايد أو الكتب، لا، الأفلام، أفلام هوليوود وبالذات أفلام الكرتون اللي بتتكلم عن الموضوع ده، اللي بتكرس فكرة علاقة بني إسرائيل بالأهرامات وإن هم جزء من الحضارة المصرية القديمة. ممكن احنا برضو هنعمل لايف كامل عن السينما والدراما وعلاقتها بالتاريخ والآثار، وهنتكلم بقى بالتفصيل الشديد عن كل الأفلام اللي بتتكلم عن الآثار والحضارة والتاريخ المصري القديم والوسيط، ونشوف كم الأخطاء التاريخية سواء اللي اتعملت عن جهل أو اتعملت بقصد تشويه الحضارة. هنلاقي موضوع ربط بني إسرائيل بالأهرامات من الموضوعات المحببة والشيقة، واللي دايما كل يوم هم بيتكلموا عنها بشكل غير طبيعي. عايزين يرسخوا في دماغ الناس طول الوقت ان فكرة المظلومية، وان هم كانوا عبيد عند المصريين، وان هم استعبدوا، وان هم استخدموا لبناء الأهرام، وان واحد زي يوزفوس اليهودي ده قال بالنص ان المصريين القدماء استخدموا أجدادي من اليهود في بناء هذا الصرح الكبير، وإن كانوا قد أمروهم لتحويل مجرى النيل لفعلوا. دلالة على قوة المصريين والافتراء بتاعهم. وكل الكلام ده للأسف ترسخ في الأدبيات اليهودية، وربط المصريين بالجبروت وبالظلم، وربطه بعيد الفصح اليهودي وخروجهم من مصر وخروجهم من تعذيب المصريين، رغم ان مصر والمصريين ما لهمش اي علاقة بعيد الفصح. هو الموضوع ان هو حدث حصل على ارض مصر ولكن بعيد عن المصريين نفسهم. هو حدث حصل ايام الهكسوس، وفكرة الخروج نفسها حصلت ايام الهكسوس بعيدا عن الادارة المصرية نفسها. طب لما نيجي نرد على الناس دي هنرد عليهم ازاي؟ هنرد عليهم عن طريق مجموعة من النقط. أول حاجة هنقول إن علاقة بني إسرائيل بمصر كانت بعد بنى الأهرام بقرون. يعني لو قلنا إن الأهرامات اتبنت 2300 قبل الميلاد، دولة قديمة، أسرة ثالثة وأسرة رابعة، هنلاقي إن ظهور بني إسرائيل بداية من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخول سيدنا يوسف وأبناء سيدنا يعقوب أو بني إسرائيل نفسهم، والوجود الأول لبني إسرائيل ده كان 1650 1600 قبل الميلاد. يعني بنتكلم في 1000 سنة كاملة فرق ما بين بنى الأهرامات ودخول بني إسرائيل مصر، وبالتالي تاريخيا مستحيل ده يكون حصل، مفيش أي علاقة ما بينهم وبين بعض. هنلاقي حاجة تانية، لأن العهد القديم نفسه هنلاقي إن فكرة وجود اليهود في مصر كانت مقتصرة على مدينتين، مدينة اسمها فيثم ومدينة اسمها بر رمسيس. وهنلاقي إن عملية اشتراكهم في البنى كانت مرتبطة بالبنى بالحجر أو بالطوب اللبن، مش بالأحجار الصلبة زي الحجر الجيري. ده دلالة على أن بني إسرائيل كانوا من الشعوب الضعيفة، تكوينهم الجسماني ضعيف، ما يستحملش شيل وحط أحجار ضخمة زي الحجر الجيري اللي بنى بيه الأهرامات. هم
اكتفوا ان هم يبنوا بالطوب اللبن حاجة خفيفة كده، بيت صغير، جرن، حاجة في منتهى البساطة تقع بعد 100-150 سنة. وبالتالي عمرهم ما اشتركوا في مشاريع اقتصادية أو إنشائية أو معمارية ضخمة زي بنى المجموعات الهرمية. حاجة ثالثة ودي المهمة جدا، وهو إن بني إسرائيل لما قعدوا في مصر وخرجوا منها الخروج الأول واستقروا في سيناء، ثم راحوا أرض كنعان أو أرض الميعاد، وكونوا مملكة إسرائيل على إيد سيدنا داود عليه السلام، قرن عاشر تاسع قبل الميلاد، ومن بعده سيدنا سليمان. ثم اتفككت المملكة لمملكتين، مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة السامرة في الشمال. ليه ما بنوش أهرامات؟ مادام هم قدروا إن هم ينجحوا في بناء الأهرامات في مصر، أو يبقى عندهم خبرة معلوماتية وهندسية ومعمارية، ليه ما نقلوهاش عندهم في مملكة إسرائيل؟ ده بالعكس، ده بالوثائق الأثرية والتاريخية سيدنا سليمان استعان في بناء الهيكل الضخم بتاعه في أورشليم بمجموعة من المهندسين اللي جايين من فينيقيا، مهندسين ومعماريين وعمال يبنوا له الهيكل بتاعه حتى اتبنى على النسق الفينيقي. وده دلالة على ان بني اسرائيل في الوقت ده ما كانوش يقدروا ان هم يشيلوا احجار، ولا كان عندهم فكر معماري ولا فكر هندسي ولا اي خبرات حياتية. هم ظلوا رعاة غنم وتجار وقطاع طرق، ما عندهمش اي خبرات علمية، بل حتى ان نسبة المتعلمين ما بينهم كانت قليلة جدا. وبالتالي كان شعب رعوي رحل واشباه رحل، قادهم القدر ان هم يستقروا ويكونوا دولة، ولكن مفهوم الحضارة والتمدن كان بعيد عنهم جدا، رغم ان هم اسسوا مملكة مش كبيرة، بالعكس كانت مملكة صغيرة جدا اللي هي مملكة اسرائيل، اللي كان اصغر من دولة فلسطين الموجودة دلوقتي. نيجي بقى للنقطة المهمة واللي اهم من كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده، وهو الموضوع الفيصل او القاطع، ان بنى الاهرامات من الناحية الاثرية هي بناء مصري 100%. مين اللي بنى الأهرامات؟ هم المصريين القدماء. عرفنا الكلام ده منين؟ عرفنا الكلام ده من خلال مجموعة من الاكتشافات الأثرية، أهمها اكتشاف مقابر العمال بناة الأهرام في 1990. إيه مشروع أو إيه حكاية بناة الأهرام؟ دي مجموعة من المقابر اتلقت بجانب الهرم الأكبر، بيفصل بينها وبين الهرم سور اسمه حيط الغرب. ايه حكاية المقابر دي؟ دي مجموعة من المقابر للعمال اللي اشتركوا في عملية بناء الهرم الكبير. ما كانتش مجرد مقابر وبس، دي كانت مدينة عمالية كاملة للعمال اللي اشتركوا في عملية بناء الأهرامات. دخلنا وشفنا المقابر دي، كل الأسامي اللي عليها أسامي مصرية قديمة، لا أسامي عبراني ولا أسامي عربي ولا أسامي عبري ولا أسامي ناس من المريخ، ولا في أي كلام ده خالص، كلها أسامي مصرية قديمة صرف. كل المناظر اللي على جدران المقابر لقينا مناظر مصرية قديمة صرف. وبالتالي مشروع بنى الهرم هو مشروع وطني 100%. لا اشترك معانا ناس من العراق القديم ولا من قرطاج ولا من فينيقيا، ولا جبنا يونانيين ساعدونا ولا الكلام ده خالص، ولا فضائيين زي ما قال إيلون ماسك، ولا ناس جولنا من البحر المتوسط، ولا قوم عاد زي ما للأسف الشديد بيتقال. دي صناعة مصرية 100%. مش بس كده، ده الأدهش من كده إن إحنا لقينا ضمن المدينة دي حياة متكاملة. لقينا نقطة علاجية، لقينا بقايا لأدوات جراحية، لقينا بقايا لأفران وأماكن للأكل والشرب، لقينا أطنان من بقايا عظم حيوانات ماشية وبقر وجاموس ومعيز، أطنان من بواقي عظم فراخ، أطنان من بواقي أسماك. معناه إن كان في رعاية تغذية كاملة للعمال دول، ما كانوش مجرد بيشتغلوا ويناموا ويقوموا ويشتغلوا ويروحوا، لا ده كان فيه تغذية كاملة، أطنان كاملة من اللحوم والفراخ والأسماك والنبيت والبيرة، ولقينا أفران كاملة عشان تعمل
كميات ضخمة من العيش، لأن العيش ده كان من أهم المواد الغذائية عند المصريين القدماء. لقينا بقايا لتوم وبصل، وخصوصا التوم، والتوم ده بيعتبر من أهم العناصر اللي المصري القديم كان بيهتم بيها في أكله، ده عشان تعوض العرق اللي كان بيطلع من العمال. بالتالي لقينا رعاية غذائية للعمال دي، ما كانوش مجرد بيشتغلوا وخلاص، لا ده كان في نظام غذائي كامل ليه. لقينا زي ما قلنا نقطة علاجية، وحدة تأمين صحي زي اللي موجودة دلوقتي. لقينا العمال كانوا بيلاقوا رعاية طبية مهمة جدا، ما كانش مجرد عمال بتجابوا حصل عند حد مشكلة بيرموه ويجيبوا غيره، لا احنا لقينا كم كبير من العمال اللي لاقوا كم كبير من الرعاية الصحية. يعني مثلا لقينا جمجمة فيها خرم، اكتشفنا بالكشف وبالسيتي سكان على الجمجمة ان الجمجمة دي كانت لعامل وقعت على دماغه طوبة عملت له تربنة في المخ والعياذ بالله، ومع ذلك اتعمل له عملية وعاش بعدها سنتين. لقينا هيكل عظمي لعامل رجله مقطوعة واتعملت له خياطة أو اتعمل له طرف صناعي. معناها إن كان الطب مش بس متقدم، لا ده كان لكل الأوساط ولكل الطبقات، لكبار رجال الدولة، للملك والحاشية بتوعه، لأقل طبقة، للعمال، للفلاحين، للناس اللي بيشتغلوا في عملية بناء الهرم. ما كانتش سخرة، لا ده كان شغل منظم جدا. العالم كله دلوقتي اللي بيتكلم على عيد العمال، كل سنة وانتم طيبين، كان من كام يوم. احنا أول ناس عملنا رعاية للعمال، احنا أول ناس عملنا تنظيم الحركة العمالية، عملنا رعاية وحقوق قانونية وحقوق صحية وتغذية للعمال. لقينا نظام متكامل للحياة العمالية. فكرة إن نلاقي مقابر للعمال جنب مقبرة الملك ده ليه دلالة مهمة جدا، ليه دلالة على إن الملك كان بيحترم العمال بتوعه وبيحبهم، وسمح لهم إن هم يسيبوا المقابر بتاعتهم جنب المقبرة بتاعته، على أمل إن هم لما يبعثوا كلهم مع بعض في العالم الآخر. احترام متبادل ما بين الملك والرعية، وحب متبادل ما بين العمال والملك بتاعهم. طب هو لو كان بيعذبهم او كان بيشغلهم بالسخرة كان راحوا اتدفنوا في اي حتة تانية، ولكن هم اصروا وطلبوا ان هم يدفنوا جنب الملك المحبوب بتاعهم، وهو وافق على طلبهم. وبالتالي بعد آلاف السنين بنلاقي الهرم الكبير العظيم اللي الناس كلها بتتكلم عنه، بنلاقي مقابر العمال بناة الأهرام، عشان تبقى رسالة واضحة للعالم على مدار أجيال وعلى مدار قرون إن الملك وحشيته وشعبه الاتنين جنب بعض، الاتنين مصريين، لا اللي بنى الهرم فضائيين ولا الهرم ده عبارة عن مخزن للطاقة ولا الكلام الغريب ده. وأنا اتكلمت بالمناسبة عن الموضوع ده بشكل مفصل جدا في الكتاب بتاعي يهود مصر القديمة، وسردت مجموعة كبيرة جدا من الحقائق ومن المعلومات عن كل النقط اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. اتكلمت عن علاقة بني إسرائيل بالتاريخ المصري القديم كله، مش بس فكرة بناء الأهرام. اتكلمنا كمان عن علاقة بني إسرائيل بالأهرامات والرد على أكاذيبهم وعلاقتهم بالأهرامات. فكرة ربط تاريخ بني إسرائيل بتاريخ المصري القديم، وأن هم ليهم فضل أو ليهم علاقة بالمصريين القدماء. مفيش أي علاقة ما بينهم وبين المصريين القدماء بشكل عام، ولا علاقة بينهم وبين الأهرامات بشكل خاص، بل بالعكس دي النقط اللي احنا اتكلمنا عنها وسردناها هي عبارة عن عمليات رد على كل الأكاذيب وكل الافتراءات اللي بتتكلم عن عملية بناء الهرم وربطه ببني إسرائيل. أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، ولكن في حقائق كتير كان لازم نتكلم عنها. لازم نتكلم عن الهرم، أهمية الهرم، هوية الهرم، الناس اللي اشتغلت في عملية بناء الهرم، فكرة التطوير اللي موجود دلوقتي ومين مع ومين ضد. أتمنى إن انتوا تزوروا منطقة الأهرامات دلوقتي، شوفوا التطوير اللي بيحصل. لو في أي مشكلة، لو في أي سلبية، لازم نطلع ونتكلم عنها. في أي مشكلة حصلت
نتكلم ونعلق، مش عيب ان احنا نعترض، ومش عيب ان احنا نقول ده عاجبنا وده مش عاجبنا. بالعكس، اي سلبيات لازم ان احنا نتكلم عنها عشان المنطقة تبقى احسن واحسن. ده مش اثر ملك للوزارة، ده ملك لينا كلنا، ملك كل المصريين، وكلنا لازم نحافظ عليه ولازم نفتخر بيه. العالم كله بيدعي ان الهرم ده ملك عالمي، او ان ده تراث انساني للعالم كله. ده تراث انساني احنا السبب فيه، احنا اللي ورثناه، ولازم نحافظ عليه. لازم نزور الهرم الكبير، نستمتع بالتطوير اللي اتعمل. اي سلبية لازم نشاور عليها عشان نطورها، عشان نعدلها ونحولها لإيجابية. لازم المنطقة دي تبقى من أجمل وأحسن الأماكن الأثرية على مستوى العالم كله. الحاجة الحلوة نقول عليها حلوة، الشيء السلبي نقول عليه سلبي ونشاور عليه عشان نصلحه. أتمنى تزوروا المنطقة وتستمتعوا بيها ويتحافظوا على الآثار، لأن إحنا ما نمتلكش أي حاجة في حياتنا أهم وأكتر من الآثار المصرية. أنا سعيد بيكم وهستنى تعليقاتكم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة، ونتقابل مع بعض إن شاء الله الأسبوع الجاي في لايف جديد. ولو عندكم أي موضوعات جديدة نتكلم فيها، أنا هستقبلها في التعليقات بتاعتكم، ونتناقش فيها مع بعض، ونفكر مع بعض في موضوعات جديدة، ونفكر مع بعض في الموضوع اللي هنتكلم فيه كمان المرة الجاية، اللي أغلب الناس عايزانا نتكلم فيه، وهو المتحف الكبير والملك توت عنخ آمون. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي، وليلة سعيدة.